أعزائي المشاهدين، رجعت لحضراتكم تاني زي ما انتم شايفين. واحنا طبعا هنا في البتاع الريفي، مش عارف مرجعين لي الكنبه يا اخي. انا قلت لهم شيلوا الكنبه، اهم مرجعين الكنبه. افتاءات. من هو المفتي في القصه دي؟ احد العاملين في الديكور اسمه هادي. انا قلت له شيل الكنبه من هنا، هو حط الكنبه هنا. طيب هو عايز يعرف الناس ان هو جايب الكنبه الفلاحي، ما الناس شافتها. معماد كان شغال دلوقتي بالعدسه اللي انتوا واخدين بالكم منها اللي هي الكبيره دي، قاعد عمال يفرج الناس. وبعدين هنا القلل، انا قلت لهم حطوا القله في الميه، نقعوها في الميه 3 ايام علشان تبقى شغاله صالحه. وبعدين في قله بتتحط على الرخام، ده القله بتتحط في صينيه المونيا مثلا علشان بتنزل ميه، فالمفروض كانوا يجيبوا صينيه المونيا. زمان الفلاحين كلهم عندنا ما يضحكوا عليهم دلوقتي، حاطين قلل على الرخام. والزير مداريينه، مش فاهم مداريين الزير ليه، مع ان ده مهم جدا رغم انهم عملوه بالاسمنت، يعني عاملين شغل مظبوط، واخد بال حضرتك. انما الزير ممكن يجي معانا، ما نشوف الزير وحاطين عليه. مظبوط كويس اهو. نقعوه في ميه، نعينه في الميه والاسمنت اهو مظبوط، بس حاطين عليه رمل بقى. ما هو انت عشان خاطر تلعب بقى الراجل بقى الفلاح بقى المظبوط، مش من الفلاح الاسمنت اللي في الزير ده المفروض بيبقى اسمنت صافي. هما بقى ايه عشان بندريه، واخدين بالكم جماعه بتوع البندر، فقاموا حاطين على الاسمنت رمل. ما ينفعش الحقيقه. الزملاء سواء كان من الشباب او من الكبار الذين يعملون خلف الكاميرات هم الجنود الذين يصنعون هذه المهنة، وهي مهنة الإعلام. هم الذين يصنعون هذا البرنامج، هم أو هذا البرنامج، هم الذين يقفون ويعملون بجد وباحترام وبضمير وبأمانة وبإخلاص، ولكن أسماؤهم فقط هي التي تخرج من خلال تتر البرنامج، بينما أشكالهم دائما هي خلف الكاميرا. هؤلاء على رأسهم يأتي قسم الهندسة الإذاعية بقناة الفراعين. قسم الهندسة اللي حضراتكم عرفتوه مني بأنه قسم فاشل، وأن المهندسين ممكن يكونوا لصنص آداب، لصنص حقوق، أي مؤهل عالي، وانتسبوا إلى كلية هندسة. كنت طبعا بقول هذا الكلام في إطار المداعبة معهم، بينما عندما تعرضوا لاختبار حقيقي أثبتوا أن الذي فعلوه بحق يجب أن يحترم، وأقل تقدير يمكن أن تقدمها أو يقدمها العاملين في القناة وتقدمها إدارة شبكة تلفزيون الفراعين أن يكون هناك لقاء أمام الكاميرات مع هؤلاء الجنود. الحقيقة هنبدأ بيهم، هيطلعوا لنا من باب الدوار اللي احنا باب المنظرة مش الدوار، واخد بالك. على رأس هذه الإدارة هو الزميل والابن الفاضل، طبعا بلدياتي من بلدي، وأنا بعتبره أخويا الصغير، هو المهندس أحمد شهاب، رئيس قسم الهندسة الإذاعية. افتح باب المنظرة يا عم أحمد، ما أنت عمك العمدة بتاع خش، مش عندكم منظرة؟ تعالى اهو، تعالى اهو، أنت رايح فين؟ طلع عند الكاميرا. أنا عايزك يا أحمد، أستاذ أيمن، المهندس أيمن علام نائب رئيس القسم، المهندس أحمد سلطان، مهندس أشرف عبد الحكم، المهندس محمد طارق مهندس الصوت، بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم صوت، الأستاذ سامح سلامة فني الكاميرا، الأستاذ تامر شمس فني الكهرباء، الأستاذ
عمرو حسين فني الصوت. الحقيقه بتقول ايه؟ ها؟ ما انا هقف